مساء الخير. أنا شهر الشريف، والنهاردة هنتكلم عن ليه أحيانا بنشتري حاجات ما احناش محتاجينها أصلا. ليه بيكون عندنا الشراء الغير موجه؟ ليه أوقات يتحول الفراغ الداخلي بتاعنا لعربية شوبينج أو عربية تسوق؟ الحقيقة في كتير من الأحيان مش بيكون الشراء احتياج حقيقي، إنما محاولة صامتة للهروب لتعويض شعور داخلي مؤقت بالقيمة أو بالسيطرة أو بالراحة. الحقيقة من الطبيعي جدا إن احنا نشتري حاجات محتاجينها أو حاجات رفاهية حتى، إنما من غير ما نحس إن احنا ضميرنا بيأنبنا أو مش وقته أو آخر مرة. طيب، هي ليه بتحصل مشكلة؟ بتحصل لأن جوانا حاجة نقصانة. والحقيقة الشراء الغير موجه مش هو دايما يعني مشكلة مادية. الحقيقة عادة بتكون مشكلة أو رسالة داخلية: أنا تعبان وعايز أحس بتحسن حتى لو مؤقت. طيب، خلينا نشرح إيه هو التسوق الغير موجه. هو الشراء العشوائي أو الاندفاعي اللي بيحصل من غير تخطيط حقيقي أو احتياج واضح، وبيكون غالبا آم، بسبب مشاعر جوانا مخليانا نروح نشتري أكتر من كونه قرار عقلاني أو شيء محتاجينه فعلا. فاحنا ممكن نشتري هدوم ما احناش عايزينها، أدوات ما احناش عايزينها، اشتراكات ما بنستفدش منها، هدايا للآخرين مبالغ فيها تكلفنا ماديا أكتر من لازم. حاجات بتحسسنا مؤقتا بشعور جميل، انما بعد بقى انتهاء الشعور ده او بعد ما نشتري نحس بالذنب او الندم او يرجع لنا الفراغ الداخلي من اول وجديد كأن شيئا لم يكن، انما الفلوس طبعا حصل فيها مشكلة. مشكلة الشراء الغير موجه انه بيأجل مشاعر الفراغ، بيأجل مشاعر الوجع، بيخليها مؤقتا كويسة، وبعدين بعدها على طول يرجع الإحساس كأن شيئا لم يكن، يعني عادي. طيب، خلينا نفهم ايه الاسباب النفسية او الداخلية اللي بتخلينا ممكن نشتري حاجات ما احناش عايزينها. اول حاجة ومهمة جدا هي الفراغ الداخلي. بشتري علشان احس بالاهتمام، ان انا بهتم بنفسي، او اجدد، او شيء جديد مثير، حاجة كده فن، او حتى عشان اهرب من احساس بالوحدة فاشتري هدوم وافرح بيها شوية صغيرين. الحقيقة الشراء بيدينا متعة مؤقتة، فبنحس ان احنا احسن، الاحساس بتاع الزهق اقل، حاسين بالدنيا اكتر. انما المشكله بتحصل ان الوقت ده بيبقى قليل جدا جدا، والمتعه دي بتنتهي بسرعه جدا جدا قياسا بحجم المشتريات الغير مبرر. كمان ممكن نشتري عشان نعوض نقص جوانا داخلي ما بيتمليش. عايزه اثبت قيمتي وعايزه اثبت نفسي، عايزه، وخصوصا لما اكون حاسه بعدم الرضا، فعايزه احس ان انا اكتر نجاح واكتر لمعان واكتر جاذبيه واكتر اهميه واكتر قبول كمان في المجتمع اللي حواليا. فابدا اشتري حاجات تديني الصوره دي، لدرجه انها اوقات بتكون اقوى من الصوره اللي جوايا اللي انا شايف بيها نفسي. فبشتري مش عشان انا عايزه الحاجه دي، انما بشتري علشان الاحساس اللي بتديهوني المشتريات دي، فانا مش محتاجاها، انا بشتري الاحساس بس. كمان ممكن اشتري علشان اهرب من التوتر او الضغط النفسي، فاشتري عشان اهدي نفسي مؤقتا كده، كاني بعمل لنفسي فنجان قهوه. فيوم صعب، خلاف عاطفي، ضغط عمل، شعور بفشل، فابدا ادور على مكافأة سريعة تحسسني بالرضا. فيبقى اولهم ايه؟ الشوبينج، اني اشتري حاجه. وعشان كده ناس كتير قوي بتشتري وهي زعلانه او قلقانه او متضايقه او مضغوطه. كمان من اسباب الشراء الغير موجه او الاوفر شوبينج السوشيال ميديا والمقارنات. احنا بنعيش في دنيا
طول النهار بنتفرج على ناس، مين سافر، مين غير بيته، مين اشترى عربية جديدة، مين اشترى لبس جديد، مين بيعيش حياة شكلها مثالي جدا بالنسبة لي. فتبدأ المقارنات من غير ما أحس بيني وبين كل اللي بتفرج عليهم. ومع الوقت يتحول الشراء للمحاولة إن أنا ألحق الصورة دي، أخد جزء من الصورة اللي أنا شايفها مثالية. إنما الحقيقة لأ. الحقيقة إن إحنا أوقات كتيرة جدا بنشتري حاجات ما إحناش محتاجينها بفلوس مش بتاعتنا، عشان نبهر ناس مش بيحبونا أو مش بنحبهم، أو ناس ما بيهتموش بينا أصلا وإحنا مش مهمين في حياتهم ولا هم مهمين في حياتنا. ممكن كمان من الأسباب اللي تخلينا نشتري التربية العاطفية الغير موزونة. إن أنا ومن وأنا طفل اتعلمت إن لما أعمل حاجة كويسة أهلي يجيبوا لي حاجة بسرعة، فبقى تعبير الحب بالهدايا، شعور الراحة بالرضا، وشعور التفوق بالتعويضات المالية والمكافآت. فبتعلم إن لما أنجح أشتري، ولما أتألم أشتري عشان أراضي نفسي وأسعدها. كمان من أسباب الشراء الغير موجه الشعور بفقدان السيطرة. انا مش قادره اسيطر على حاجه، حاسس ان الدنيا فوضى، حاسس ان انا مش عارف امسك اموري، فابدا ادور على حاجه انا بعمل فيها ده. انا متعرض لتحكم اكتر من اللازم في شغلي، في بيتي، في حياتي ان جنرال، فابدا ادور على حاجه تخليني انا بتحكم اهو في نفسي، انا اللي بختار، انا اللي بقرر، انا اللي امتلك. فابدا اشتري علشان انا اختار واقرر وامتلك، حتى لو كان الاحساس ده مؤقت. طيب، ايه العلامات اللي تثبت لي ان انا بشتري شراء غلط او غير موجه او مش محتاجاه؟ اني بشتري وانا زعلان او متضايق او متوتر. الحاجة التانية ان احس بالندم بعد الشراء بساعتها، يعني اقول ما كانش لازمة او احس بندم وانا بدفع الفلوس او وانا بحط الكريدت كارد، بيبان عليه انه انا صرفت كتير. لما ابدا اخبي المشتريات بتاعتي او اقطع الاسعار بتاعتها عشان ما حدش يعرف انا اشتريت بكام او حد ممكن يحاسبني. لما اشتري حاجات مش ما بستعملهاش، ولما اقول لنفسي كتير اخر مرة هعمل كده. لما ابقى بعد الشراء عندي عدم استقرار مالي وعندي قلق من الفلوس اللي بصرفها وانا عارف ان مش وقتها. لما بعد ما اشتري اعرف ان انا اشتريت سعادة مؤقتة والفراغ رجع لي تاني. طيب، الحل بقى. اول حاجة افهم مشاعري قبل ما اروح اشتري او قبل ما ادفع. حتى ممكن اروح اعمل شوبينج، اتفرج، ممكن اتفرج، لكن قبل الشراء ممكن انا محتاج ده فعلا ولا لا؟ انا محتاج الشعور ولا محتاج الشيء؟ السؤال ده لوحده يقدر يوقفني كتير جدا من القرارات الاندفاعية. الحاجة التانية، ما استعملش الشوبينج از علاج نفسي، حاجة بتهدي أعصابي. المشاعر مش بتشفى بالمشتريات. الناس الوحيدة مش هيشفيها إنها تشتري، هيشفيها إن هي تتواصل. التوتر مش هيشفيه انه اشتري، هيشفيه اني انظم وافهم الدنيا ماشيه ازاي او عن ايه اللي موترني. النقص بيحتاج تصالح داخلي، مش كريدت كارد ولا فلوس افضل ادفع بيها. الحاجه التانية، نقدر نطبق قاعده التأجيل. اي شيء مش مهم استنى عليه 24 او 48 ساعه واشوف انا محتاجاه ولا لا، وارجع له تاني، هو مش هيهرب. آه، اخرج من الشراء الاونلاين، لان طبعا دي من اهم الاسباب برضو اللي ساعدت على الشراء الكتير الاونلاين الكتير. او اخرج من الستور نفسه وارجع بعدها بيوم او باتنين واشوف انا محتاج الحاجة دي. غالبا لو حاجة مش مهمة ولو حاجة مش محتاج لها فعلا هكتشف ان هو احتياج عاطفي مش احتياج حقيقي. كمان اراقب المحفزات اللي بتخليني اشتري. انا بشتري امتى اكتر؟ بعد اي مشاعر؟ بعد ما اشوف ايه؟ بعد ما اتكلم مع مين؟ فهم المحفزات دي نص العلاج، نص الوعي، نص القدرة. كمان ادور على مصادر صحية للمكافآت، لان انا ما ينفعش اوقف المكافآت، انما ينفع ادور على مصادر بديلة. بدل ما اشتري امشي، اعمل مديتيشن، اكتب، اشوف ناس كويسة صحية، العلاقة بيني وبينها، ناس بتسعدني، ناس بتخلي الوقت معاهم حلو. أي نشاط يديني إحساس بالحياة من غير ما يستنزف نفسي ولا مالي، لأن الحقيقة استنزاف المالي
ما بيقفش عند ده، بيوترني اكتر ويدخلني في استنزاف نفسي وتوتر وضغط وموضوع سايكل ما حدش بيعرف يخرج منه. كمان اشوف قيمتي انا ايه، ابقى واعي لقيمتي، ما اربطش قيمتي باللي بملكه. مهما كان في شعور جوايا حاسس انه ناقص، الشراء مش هيملاه. القيمة الحقيقية مش هتبقى بالمظاهر عادة. القيمة الحقيقية مش بعدد الأكياس اللي بشيلها من السوبر ماركت، ولا السعر اللي بلبسه. كل ما همتلئ من جوه، كل ما أحس إن أنا مش محتاجة أثبت نفسي من بره لحد. يبقى أشوف إيه اللي ناقصني من جوايا أنا وراعيه، ولو محتاجة مساعدة أطلب مساعدة أحسن ما أخسر الأولويات الحقيقية في حياتي. الشراء الغير موجه في الحقيقة مش ضعف إرادة، إنما محاولة حقيقية بطريقة غلط إن أنا أسد احتياجات نفسية مضايقاني. عشان كده العلاج الحقيقي مش هيبدأ من المحلات ولا من الشراء، إنما من فهم المشكلة فين، أملى نفسي إزاي، إيه اللي تعبني من جوايا، أملى نفسي بطريقة سوية. وكل ما حملة نفسي أكتر، كل ما هتوقف تماما عن الشراء الغير موجه أو المبالغ فيه. تحياتي.